كشفت مصادر إعلامية عن تحريك الجيش الجزائري صواريخ الباستية ذات القدرة التدميرية العالية تجاه الجدار الرملي المحصن على الحدود الموريتانية الشمالية. وحسب تلك المصادر بلغ عدد الصواريخ الجزائرية التي جرى تحريكها خلال الآونة الأخيرة تجاه المواقع المذكورة حوالي 1320 صاروخا تقليديا من مختلف الطرازات، منها 70 صاروخا متقدما توجهت لاستهداف الجدار الرملي والدفاع المغربي في الصحراء المغربية. ويعد الجدار الرملي هدفا مباشرا للسلاح الصاروخي في أي مواجهة قادمة. وقد حركت القيادة العسكرية الثالثة التابعة للجيش الجزائري مخزونها من صواريخ في مناورة جديدة لمساعدة جبهة البوليزاريو لوجستيكيا بإنزال ضربات مباشرة بالجدار الذي زاد المغرب في الأيام الأخيرة من تعميقه وتحسينه بما سدع الردع. ورفع المغرب من عدد قواته وتسليحاته بدرجة قياسية، ولم تصل المينورسو إلى منطقة مغلقة لتسجيل بعض التطورات لدى طرفي النزاع. وفي خبر متصل، في تهديد واضح للمغرب أذاع التلفزيون الحكومي الجزائري يوم السبت تقريرا بعنوان إلا أرض الجزائر أعدته مديرية الإعلام والإيصال والتوجه في الجزائر. أعدته مديرية الإعلام والاتصال والتوجيه في الجيش الجزائري أظهر الاستعدادات القتالية للجيش برا وجوا وبحرا، إلى جانب كشفه عن أسلحة جديدة أدخلتها الجزائر حيز الخدمة ضمن قواتها، وعلى رأسها منظومة صواريخ إسكندر آي الباسيتي الذي ظهر في بداية التقرير. ولم تكشف الجزائر من قبل عن امتلاكها هذا النوع من الصواريخ الاستراتيجية، بالرغم من أن منتديات مهتمة بسوق الأسلحة كانت قد أشارت في سنة 2017 لشراء الجزائر لهذا السلاح الحساس في طبعته المحمولة، ويبلغ مداه 280 كيلومترا، ويتميز بدقة عالية في تدمير ما خلف قواعد العدو وشل قدراته على القيام بالحرب. ويستخدم الصاروخ كل أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة كما تعرفه المجالات المتخصصة. وأشار تقرير لموقع إلكتروني متخصص بالمسائل الأمنية والأسلحة في الجزائر مينا ديفونس إلى أن بث الشريط تزامن مع الأوضاع في الصحراء المغربية التي تميزها مناوشات محدودة، وكان محملا برسائل قوية حسب كاتب المقال. وجاء في التقرير الذي ظهر فيه مختلف قوات الجيش ومناورات عديدة أجريت في مناطق مختلفة واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة أن الحدود الجزائرية الوطنية خط أحمر، وأن سيادة الجزائر مبدأ مقدس كما جاء في تعليق معد الروبورتاج. جيشنا الوطني الشعبي سليل المجاهدين في كل شبر من هذه الأرض الغالية، سيدافع عنها وعن شعبها حامي الحدود. وأكد على أن الجيش مستعد وجاهز لضرب ودحر كل طامع وكل باغ معتد، مضيفا دفاعاتنا صخرة حجر عندها كل أطماع تنكسر، وأمننا القومي لا يقتصر على حدودنا الجغرافية بل يرتبط بحدودنا الأمنية التي تراعي التعامل مع مختلف التهديدات، وعلى أنها ستقضي على مختلف التهديدات من مصدرها حيثما كان. وأضاف أن برنامج التحضير القتالي تراعي الأوضاع والمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية. كما حمل الروبورتاج تصريحات كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب أمام قيادات عليا في الجيش الجزائري يتحدث فيه عن موقف الجزائر من ملف الصحراء الغربية، وأيضا تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريح الذي أكد أنه يعول على كل واحد من منصبه في الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب والمهربين وحتى ضد عدو كلاسيكي، مشددا على أن الجزائر أقوى دولة في المنطقة. ويبدو أن الجزائر أرادت من خلال هذا الروبورتاج بعد رسائل بأن لديها قوة الردع اللازمة للرد على أي تهديد يمكن أن تطار حدودها أو تهدد أمنها القومي في ظل الوضع السائد والمفتوح على كل السيناريوهات. وكانت الجزائر قد عبرت عن استنكارها بشدة للانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار في منطقة الغرغارات بالصحراء الغربية، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها. كما دعت الجزائر الطرفين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة حسب المصدر نفسه. وطالبت في البيان من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حسب تعبيرها القيام بمهامها بشكل دقيق دون ما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية.
وتتابع الجزائر عن كثب تطورات الوضع في الصحراء المغربية، وتتخوف من أن تنزلق الأوضاع نحو الحرب لتفرض عليها تحديات جديدة، خاصة وأن تقريبا كل الحدود المحيط بها لا تعرف الاستقرار، سواء في الجنوب وحدودها مع دول الساحل أو على حدودها الشرقية خاصة مع ليبيا. أكدت مصادر إعلامية مختلفة أن الجزائر تسعى لجعل تدابير المغرب حيال مليليا المحتلة غير ذات جدوى وإفشالها من خلال الالتفاف عليها عبر عقد اتفاقية ثنائية مع الحكومة الإسبانية بمليليا. وذكرت صحف محلية بمدينة مليليا المحتلة أن رئيس السلطات المينائية فيكتور كاميرو وجه رسالة لحاكم مدينة إدواردو دي كاسترو يطلب منه الموافقة ودعم فكرة ربط ميناء مدينة مليليا بميناء الغازوات الجزائرية، وفي حال القبول بالفكرة فإن النقاش سيصبح على مستوى وزارة الخارجية الإسبانية من أجل إصدار تأشيرات خاصة للسياح الجزائريين الراغبين في زيارة مليليا. ذات المسؤول ذهب إلى إمكانية التعامل مع السياح الجزائريين مثل ساكنة الناظور الذين يسمح لهم بدخول مليليا فقط بجواز سفر. من جانبه قال اتحاد رجال أعمال في مليليا المحتلة إن الطريق البحري بين مليليا وميناء الغازوات الواقع قرب تلمسان مشروع يوجه في المرحلة المتقدمة قصد تنفيذه قريبا لمحاصرة المغرب. وذكر إنريكي ألوكابا رئيس الاتحاد أن محادثات جرت على مختلف الأصعدة، وأن شركة بحرية أبانت عن اهتمامها بالموضوع بعد تأكيد باقي الترتيبات، معربا عن عزمه متابعة الموضوع إلى أن ينفذ على أرض الواقع. وحاول ذات المسؤول تبديل المخاوف حول بقاء القادمين الجزائريين في مليليا وعدم عودتهم لبلادهم إن كان عندهم مشروع هجرة، وقال بأنه يوجد أصلا خطين بحريين بين الجزائر والبر الإسباني عبر أليكانتي وألميريا ولم تسجل مشاكل. الجدير بالذكر فإن المغرب قام منذ حوالي سنة بإغلاق حدوده مع مليليا المحتلة حتى يتم التفاوض مع إسبانيا على نموذج حدودي جديد يركز على السياحة. وتدرس المملكة المغربية إنهاء التجارة غير المهيكلة التهريب بين سبتة ومليليا وإرساء عادات تجارية جديدة عبر الموانئ المغربية. وفي إطار متصل أعلنت إسبانيا قرب فتح حدودها مع المغرب بما فيها معابر المدينتين المحتلتين سبتة ومليليا، رغم أن الأمر بيد السلطات المغربية بما أنها أول من بادر إلى الإغلاق، ما يثير تساؤلات عما إذا كانت هناك فعلا تحركات من أجل إعادة فتحها بعد شهور من التوسلات من الجانب الإسباني، أم أن الإعلان السلطات الإسبانية لا يعد كونه يدخل في إطار الضغط الذي تمارسه منذ شهور حتى يفتح المغرب حدوده معهما. وقد استأثر هذا الموضوع باهتمام مجلس الشيوخ الإسباني الذي كان أهم نقطة في جدول أعماله، وقد خصص مجلس الشيوخ الإسباني حيزا كبيرا من وقته لهذه النقطة في جلسة أمس، وقد تمت إثارته في العديد من مداخلات البرلمانيين الإسبانيين. وأعلن المجلس أن هناك احتمالا كبيرا لإعادة فتح الحدود الإسبانية المغربية من خلال معابر المدينتين السليبتين سبتة ومليليا. وفي هذا السياق كان وزير الدولة في الشؤون الأمن يتحدث بثقة عن أنه سيتم فتح الحدود مجددا، قائلا في هذا الصدد إن الأمر يتم تدريجيا بكيفية تتماشى مع الوضعية الوبائية في البلدين في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وأيضا تماشيا مع المصالح الاقتصادية والإنسانية. وأعلن المجلس أنه توصل باستفسارات كثيرة من البرلمانيين الإسبان بشأن مآل الحدود الخارجية الإسبانية بالنظر إلى ما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاد المدينتين. وقد كانت حكومتا سبتة ومليليا المحتلتين تشيران إلى هذا الأمر في عدة مناسبات، متهمة المغرب بتعمد فرض حصار اقتصادي منذ مارس آذار الماضي على إسبانيا. وفي هذا الشأن قال الكاتب الدولة الإسباني إنه يتم التعامل مع هذه القضية في نطاق الاتحاد الأوروبي، وإن حكومة بلاده عازمة على فتح حدود البلاد مع المغرب من أجل استئناف عبور البضائع والمسافرين بينها وبين جارها الجنوبي إذا سمحت الوضعية الوبائية بذلك. ورغم أنه لم يحدد الوقت الذي سيتم فيه فتح الحدود، فقد أكد أن إعادة فتحها سيتم.
وأصبح الوضع الاقتصادي الراكد في التغري سبتة ومليلية يثير قلق الأوساط الإسبانية بمدريد بعد إغلاق الرباط للمنافذ الحدودية التي كانت تنعش التجارة المحلية في المدينتين، حيث نبهت مجموعة من الصحف الإسبانية إلى خطورة الوضع الاقتصادي الجديد. ولفتت صحيفة الإسبانيول الانتباه إلى أن قرار منع التهريب بكل من سبتة ومليلية وجه ضربة قاسمة للاقتصاد المحلي في المنطقتين، مشيرة إلى الضرر الهيكلي الذي لاحق التجار الإسبان منذ أشهر عدة، لا سيما في ظل التداعيات المترتبة عن تفشي الجائحة. وأوضح المنشور الإعلامي الأيبيري أن المعهد الإسباني للأمن والثقافة نادى بضرورة البحث عن نموذج اقتصادي جديد يهم مدينتي سبتة ومليلية بعد غرق المعابر الحدودية من لدن المغرب.